السلام عليكم. النهارده هكلمكم في موضوع مهم جدا. ازاي اعرف اني مريض قلب؟ خلينا نتفق في الاول كده ان اي مريض او اي شخص لازم يبقى عنده حد ادنى من الثقافه الطبيه. لازم يبقى عندك شويه معلومات طبيه صحيحه انت عارفها علشان ما يضحكش عليك. عندنا مشكله كبيره، عندنا العيان يصدق صاحبه او زميله انما ما يصدقش الدكاتره. فاحنا اهم حاجه عندنا ننقل لك المعلومه باسلوب مبسط وميسر واسلوب علمي بحت. خلينا متفقين ان امراض القلب عموما كل ما اكتشفناها بدري كل ما عالجناها احسن، وكل ما التشافي منها كان افضل واسرع باذن الله. في الفيديو ده هنقول لك على الحاجات اللي لو ظهرت عليك لازم تتجه فورا لدكتور قلب او على الاقل دكتور بطنه، وهو بدوره هيوجهك لو انت محتاج فعلا لدكتور قلب. اول حاجه التاثير على المجهود. انت حضرتك كل واحد عارف قدره في المجهود عامل ازاي، عارف ان انا بقدر اعمل المجهود الفلاني، بقدر امشي مده كبيره قد كده، ممكن اطلع كام درجه سلم، ممكن اعمل مجهود قد ايه. لو جيت وانت بتعمل مجهود بقى لقيت حصل لك كرشه نفس، يعني انت مش قادر تعمل المجهود اللي كنت بتعمله قبل كده، فابدا شك ان انت عندك مشكله في القلب. يعني اول حاجه عندنا كرشه النفس مع المجهود او قله المجهود. لما تلاقي نفسك خلاص مش قادر تبذل مجهود، لو حصل لك بعد ما تنام بساعه او ساعتين قمت كده على كرشه نفس، حسيت ان المخده مش سايعاك وجيت قايم ناطر جسمك كده وقاعد فاتح الشباك عشان تاخد نفسك، كرشه النفس اللي تقومك من النوم ديت من ضمن العلامات اللي بتقول لك ان انت محتاج تروح لدكتور قلب. آلام الصدر من أكتر الحاجات اللي محتاجة إن أنت تزور دكتور القلب، أو الحاجات اللي أنت تشك إن أنت يكون عندك مشاكل في القلب، بالذات لو مش نغزة، لو مش شكة، لو مش حاجة بتزيد مع الكحة، لو مش حاجة بتزيد مع الحركة بنسبة كبيرة، دي تبقى حاجة من القلب. لو حسيت في منتصف القفص الصدري هنا بكتمة، بضغطة، بنار، بحاجة طابقة على صدري هنا، بحاجة ضغطة جامد على صدري هنا، وخاصة لو أثناء الجري، أثناء بذل المجهود، أثناء الانفعال حصلت لك الكتمة هنا، الطبقة هنا، الضغط الشديدة هنا، الألم الشديد هنا، دوت من ضمن الحاجات اللي بتستدعي فحص القلب عند أي دكتور أو أقرب دكتور ليك. تفحص قلبك بسرعة، ربما يكون عندك حاجة في شرايين القلب زي ذبحة ولا أي حاجة، ولا ضيق في شرايين القلب هو اللي بيعمل لك الألم ده. وبالذات قلنا لو مع المجهود او الانفعال، ولو زاد مع التدخين او بعد اكله تقيله، دوت يستدعي الاهتمام وزياره دكتور القلب. كلنا عارفين ان قلبك بيدق من وانت جنين في بطن الام لحد ما تموت، قلبك دوت ما بيوقفش خالص، قلبك دوت بيدق باستمرار. لكن الطبيعي ان انت ما تسمعش دقات قلبك. لو لقيت نفسك بتسمع دقات قلبك تك 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 عالي كده او دقات سريعه كده، ايوه ممكن يكون كده عندك خلل في نظم او كهربيه القلب مسبب لك ارتفاع ضربات القلب دي. او لو بصيت لقيت نفسك حاسس برضه بدقات قلبك وحاسسها بطيئه بالراحه كده، وما حصل لك زغلله ودوخه وخلاص كانك هيغمى عليك كده، دوت برضه احتمال يكون عندك اختلال في نظم القلب. فانت اقرب مكان تفحص فيه قلبك او تعمل رسم قلب او تتجه لدكتور القلب، دوت هو اللي هينفعك في الحاله اللي زي دي. يبقى قلنا النهجان، قلنا كرشه النفس، قلنا الالم الشديد، الم في وسط صدرك، ممكن يسمع في ظهرك، ممكن يسمع في دراعك الشمال، بالذات لو بعد المجهود او بعد شرب سجاير او بعد اكله دسمه ولا حاجه. وقلنا كمان تسارع او تباطؤ ضربات القلب، احساس التسارع او احساس التباطؤ، دي من ضمن الحاجات اللي يخليك شك ان فيه، اللي يخلي فيه احتمال ان يكون في مشاكل في القلب. عيان يقول لك والله يا دكتور وانا بسخن عشان العب كوره، بجري كده لسه هجري، بصيت لقيت نفسي جات لي دوخه جامده وزغلله وكنت هقع على الارض او وقعت فعلا. عيان تاني يقول لك والله يا دكتور انا كنت رايح اصلي مستعجل خدتها جري على الجامع، بصيت لقيت نفسي جات لي دوخه وزغلله شديده وكنت اغمى عليا او اغمى عليا بالفعل. لو جات لك زغلله مفاجاه او فقدان وعي مفاجئ او دوخه مفاجاه، بالذات بعد مجهود بسيط كده او بعد اول ما تيجي تبذل مجهود، فدوت من ضمن الحاجات اللي تستدعي الاهتمام او نسبه كبيره سببها حاجه في القلب.
لو لقيت رجليك بتورم باستمرار، لو انت اول اليوم لبست جزمتك ولبست الشراب بتاعك، لما جيت بالليل بصيت لقيت الشراب معلم في رجلك، رجليك ورم قوي، ورم شديد، ورم بيبدأ من القدم، ورم لو اتكيت عليه ايدينا تغرز، ورم يطلع يعلى شوية من تحت من عند القدم يوصل لنص الساق، يوصل لفوق اعلى الساقين، يوصل للركبتين، اعلى الركبتين، دوت من ضمن اعراض ان في مشكلة في القلب. خلينا متفقين ان هو لو بالذات في الساقين الاثنين مش في ساق واحده، وبدأ يعلى او يسرح من تحت الرجل لاعلى الرجل كده، دوت بنسبه كبيره سببه مشاكل في القلب. كل ما اكتشفنا امراض القلب بدري، كل ما عالجناها افضل، كل ما حافظنا على جسمنا وعلى صحتنا من غير ما يحصل اي مضاعفات. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.